حبايب قلب ام علاء وعلا، صباحكم فل وهنا. يا صباح التفاؤل، يا صباح الامل، يا صباح الورد، يا صباح السعد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو بقى لست بسيطه جدا. هتروح السوق وهنشوف هنعمل ايه وايه اللي هنسويه. يلا بينا نبدا الفيديو. بس عايزين قبل ما نبدا الفيديو، قبل ما نتكلم في اي حاجه، هنصلي على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اهله وصحبه وسلم. وكمان حابة أرحب بحبايبي اللي داخل مصر وخارج مصر، بقول لكم نوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا دلوقتي طلعت من الشقة بتاعتي. طبعا هركب الاسانسير. البيت اللي انا واخداه بالايجار فيه اسانسير. اول مره اصور لكم الاسانسير ده. الاسانسير ده ليه معايا حكايه. يعني طبعا ما انتوا زي ما انتوا عارفين عندي مرايه مكسوره فوق الدولاب بتاع اولادي، دي اللي بنعدل فيها الطرحه واللبس وشعرنا والكلام ده كله. انا اخر مثلا اكون لابسه حاجه وعايزه اشوفها، اروح داخله الاسانسير باصه دغري وطالعه اجري منه. اقسم بالله العظيم زي ما بقول لك كده. يعني التسريحه بتاع البيت بتاعنا يعتبر هو الاسانسير، بنمشي بيه حالنا. المهم دلوقتي بعد ما نزلت بقى، لقيت الانوار بتاع العماره كلها قايده بره وجوه وكله، يعني ايه. فصعب عليا الموقف. يعني اول ما بنزل الصبح اروح اجيب طلبات او اروح اجيب عيش، لازم اطفي الانوار بتاع العماره كلها. تمام. دلوقتي بقى ماشية اهوت في الخضرة والريف المصري والطبيعة والجمال ده كله. طبعا قابلتني شجرة توت، انا عايزة انزل منها توت. طبعا كنا لسه الصبح، قلت اما اجيب ايه توتين ولا حاجة، فما لقيتش فيها الا توت صغير كده ومش مستوي، فانا قلت خلاص مش وقت. فالمهم بقى، طبعا المشوار بعيد، البيت اللي انا خدته بعيد جدا عن البلد، بعيد جدا عن السوق. فانا قلت كده اقعد تحت الشجره دي ايه، اسرح شويه من المشوار. اه والله زي ما بقول لك كده. طبعا عايز اشرب، ما لقيتش كوبايه. ينفع كده يا جماعه الناس هحطهم كل من وينسوا يحطوا الكوبايه؟ يعني انا عايز اشرب دلوقتي، اشرب بايدي يعني ولا ايه؟ ما علينا، ما رضيتش اشرب، قلت والله ما انا شاربه. يلا انا اكمل مشواري وامشي على طول عشان الحق ايه، ارجع لولادي، عشان طبعا سايباهم لوحدهم. شايفين كمان في الطريق، يعني طول ما انا ماشيه كده عماله اكتشف حاجات. طبعا الشوارع عندنا كتير قوي، بدخل من شارع ممكن اتوه واطلع من الشارع التاني. اقسم بالله العظيم. طبعا المنطقه لسه جديده عليا ولسه بتعرف عليها، والشوارع كلها جنب بعض كده مرصوصه بتوه فيها. تمام. طبعا ست بسيطة رايحة بقى تتسوق وتجيب حاجة أولادها وحاجة بيتها. عايزاكم يلا كلكم كده تدخلوا على قناة أم علاء وعلا، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله. عايزاكم يا جماعة تجبروا بخاطري، جبر الخواطر على الله. أقسم بالله العظيم أبقى نفسي كده أزغرط كده أما ألاقي حد اشترك عندي. طبعا المكان اللي أنا دخلت فيه ده هتقولي ده فيه ناس كتير، هو فيه إيه يا أم علاء؟ إيه الهيصة دي كلها؟ هقول لكم دي طابونة بنجيب بيها العيش اللي هو بالبطاقة، اللي هو المدعم يعني. فانا لقيتها خلصت، انا دخلت يعني كان خلاص اخر اتنين بياخدوا عيش وماشيين، وهي موت وما فيهاش، ما بقاش في عيش. فانا رحت دلوقتي عند الفرارجي اللي هو بتاع الفراخ اللي ما بقناش نروحه خالص من ساعه ما الاسعار ولعت. بقول له عندك فرخه صغيره؟ قال لي على عندي الفراخ كلها كبيره. بقول له طب شوف لي اي واحده صغيره. قال لي والله كلهم من 2 كيلو وانت طالعه على 2 كيلو ونص 3 كيلو. انا كنت عايزه واحده اصغر من كده على قد فلوسي. طبعا ما عرفتش اجيب عشان الفلوس مش هتكفي. رحت جبت فول وطعميه. ايوه والله العظيم زي ما بقول لكم. هنفطر بقى فول وطعميه ونمشي حالنا، يعني نعمل على الغدا بقى اي حاجه، نعمل مثلا عدس، نعمل مكرونه بطماطم، اي حاجه بقى ايه، ونمشي حالنا. تمام. طبعا كنت واقفه هنا بسأل على الجبنه، لقيت الجبنه القريش اللي هي بتاع الفلاحين اللي بيبقوا قاعدين بقى في الشارع دي، الكيلو ب35 جنيه. انا كنت هجيب نص كيلو، النص كيلو هيقطع حتتين اتنين، لان ما شاء الله خورك كبيره، فهيقف عليها ب17 ونص. عشان ماما انا واولادي يعني ما شاء الله احنا اسره كبيره يا جماعه اقسم بالله. فما جبتش برضو عشان الميزانيه. قلت بقى ايه، اجيب خوخ. الخوخ الصغير ده تخيلهم ب20 جنيه، والخوخ اللي جنبه الناحيه دي برضو ده تفاح ده، الخوخ اللي قبله اللي انا بنقي منه دلوقتي اهو برضو ب20 جنيه. فانا قلت اوزن ايه، نص كيلو على قد الفلوس اللي معايا. فالمهم قالت لي ايه، نص كيلو عادي هات اما اوزن لك. قلت ولا اقول لك خليه كيلو الا ربع عشان يكفي الاولاد. فهتحطي لي كيلو الا ربع اهوت زي ما انتم شايفين. بمشي نفسي بقى، يعني لما نكون نفسنا في حاجه بنجيب حاجه بسيطه منها، يعني احسن ما منجيبش، او احسن ما اكون مثلا ولادي محرومين. فادتني بقت ال20 جنيه ادتني 5 جنيه، يعني الكيلو الا ربع ب15. فانا قلت لها ايه، طب ينفع توزني لي انت كده بتوزني بالجرامات مش ميزانه كفه اللي هي بالكيلو، وزني لي بال5 جنيه فراوله.
اي والله. عشان احمد ابني الصغير لما جبتلوش فراوله هيزعل مني، هيبقى يعني فرخه وفراوله الاتنين، هيقول لي الاتنين ما جبتهمش يا ماما. فقابلني واحد بتاع فراخ اهوت على جنب أهو على ايدي اليمين، ما رضيتش احود لان الفراخ طبعا غاليه ومفيش فراخ صغيره. تمام، رحت بقى على طابونه تانية اهو عشان لازم اجيب العيش، ما عنديش عيش في البيت خالص. الطابونه موت اقسم بالله زي ما انتم شايفين كده، عليها ولا 30 واحده و30 واحد غير اللي قاعدين مستنيين الدور. فربنا يبارك له بقى الحاج ده. طلع معرفه جاب لي العيش ودوني على طول، فخدت الحمد لله وايه، ومشيت بقى الاولاد. طبعا انا كنت اخرت على اولادي جدا. جبت العيش والحاجه اللي انا كنت مسوقاها كلها، حطيتها في الشنطه السمراء اللي هي في ايدي اللي هي الناحيه التانية دي. تمام. فانا قلت كده اهوت العيش، انا جبت العيش هو حلو رضا، هو صغير بس. الليت اللي وحش يا جماعه اقسم بالله. الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا، والحمد لله على كل حال. رضا يا جماعه، احنا ناس يعني بسطاء جدا، يعني ست بسيطه جدا ابسط من البساطه. طبعا جيت اهو كنت اتاخرت جدا على ولادي بقى، يعني قعدت لان المشوار بعيد. ما لو ركبت تاكسي يا جماعه، تخيلوا التاكسي ب 15 جنيه. لو ركبت تاكسي عشان اروح السوق وارجع بتاكسي 30 جنيه، هو انا معايا كام 30 عشان اصرف 30؟ فانا باخدها مشي، هاخد لي بقى ايه، ساعه مشي كده محترمه، يعني معرفش. ربنا يعيني ويقويني على اللي انا فيه بجد والله اقسم بالله. بص طالعه الدور الخامس اهو، الحمد لله وصلت بالسلامه لولادي. طبعا بقى ندخل نشوف هنعمل ايه في البيت ونحضر لهم ايه ونشوف النظام ايه. الحمد لله. بس اقلع بس الكوتشي الاول اللي انا مشيت بيه لما رجلي خلاص مش قادره امشي على رجلي، ايوه والله العظيم. دخلت كده المطبخ اهوت وابتدي دغري 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 دغري. احط الفطار لاولاد لان خلاص اخرت عليهم، كانوا جعانين جدا ومستنيين ان انا اجيب لهم الفطار، ما كانش في حاجه اللي انا احطها لهم يفطروا بيها قبل ما امشي بجد. فانا قلت دغري بقى ايه، احضر لهم الفطار دغري، يعني لقمه كده على ما اقسم. لقمة الناس البسيطة اللي على قدها، الحمد لله. رضا، والرضا بالمقسوم عبادة. لازم نحمد ربنا، احنا احسن من غيرنا بكتير. طبعا الطعمية هي، يعني كنت جايبة ب5 جنيه طعمية وكنت جايبة ب5 جنيه فول، وراح مديني شوية سلطة كده. ربنا يبارك له. الحاج اداني شوية سلطة كده من عنده كده كرما من عنده، اكرمني بشوية السلطة دول. فانا لقيتهم كلهم خضار، فرحت مخرطه عليهم طماطمايه، وجايبه قرنين شطه كده من عندي، وكان عندي شويه بصاره فاضلين بقالهم 3 ايام اقسم بالله في التلاجة. من قيمه 3 ايام كنت عامله فيديو وموريكم البصاره، طبق البصاره اهوت وطبق الفول، طبق السلطه وطبق الطعميه وطبق مخلل. هقعد بقى نفطر كده انا وولادي، وربنا يديم علينا نعمه يا رب العالمين. يلا عايزاكم تدخلوا كده تشجعوني بلايكات كتير وكومنتات حلوه، واشتركوا في القناه البسيطه دي، هتقدم لكم ان شاء الله حاجات حلوه زيكم.